السلام عليكم. اليوم بإذن الله حأعمل كباب مع رز بالزعفران والزرشك. الخطوة الأولى، عندي هنا لحم مفروم حطيته في المطحنة تاني ينفرم ناعم مع بصلة مبشورة وبقدونس، أبغاه ينعم زيادة. هذا اللحم بعد ما طحنته عندي نص كيلو لحم، حطيت له بصلة متوسطة مبشورة ناعم وبقدونس. حضيف له هذه التوابل، وممكن انتوا تضيفوا التوابل اللي تحبوها. هذا كركم، ملح، كزبرة ناشفة، بابريكا حلوة يعني ما هي حارة، ورشة شطة فلفل حار، وتوم، ملعقة أكل دقيق، وفلفل أسود. ملعقة الدقيق تمسك لي المواد كلها، تربطها عشان تمسك الرطوبة وتعطي له طراوة في نفس الوقت ما يطلع ناشف. أضفت كل المقادير اللي ذكرتها من بهارات والدقيق، وحعجنها كلها مع بعض. أخلط المواد كلها تمام مع بعض، أعجنها بقوة عشان تنخلط. إضافة ملعقة الدقيق هذه صراحة شفتها على طريقة الكباب العراقي، يحطوا الدقيق. شكلت الكباب لكن على شكل مبطط، ما هو اسطواني التقليدي. بالنسبة للرز، عندي هنا كوبين رز بسمتي، نقعته وبعدين سلقته 3/4 سلق، وحطيت له قرفة وقرنفل وهيل وملح. عندي هذا الزرشك نقعته في موية دافية له كده حوالي 10 دقايق، وعندي الزعفران منقوع بماء الورد. عندي هنا في القدر ملعقة سمنة صغيرة، حضيف عليها الرز، أخذت منه جزء دحين أوريكم أعمل فيه إيه. هقلب الرز شوية بالسمنة. السمنة اللي عملتها قلت لكم سيحت الزبدة وجهزتها عندي في البيت. الجزء اللي أخذته من الرز حوالي كده 3/4 الكوب، حطيت له الزرشك. ترى هذا الزرشك البعض يحسبوه رمان وهو لا، هذه ثمرة إنتاجها إيراني. ممكن تفتحوا النت وتشوفوا شجرتها وتشوفوا فوائدها. اللي ما عنده ممكن يستعيد بالزبيب، بس هذه فيها حموضة مميزة وهي الأفضل بدي الطريقة. حضيف الزعفران مع موية الورد، وحضيف ملعقة زبدة سايحة. حخلط الرز مع الزعفران والزبدة وحضيفه على وجه الرز الثاني. كده أضفته على الرز. دحين أحطه على نار هادية وأحط تحته الحديدة، أخليه حوالي 15 إلى 20 دقيقة. بعدين لما أجي أغرف أشيل الوجه، أغطيه بورقة مشمع عشان يحتفظ بالبخار. وهذا الورق صاير يعني غير ورق الزبدة، خاص بدل القصدير لتغطية الأكل. خلاص غطيته بهذه الطريقة وأتركه زي ما قلت على النار هادية. لشوي الكباب حطيت في المقلة الكبيرة هذه الطاوة زيت زيتون وشوية زبدة عشان أشوي فيها الكباب. وبعدين عندي هنا بصل صغير وطماطم صغيرة، بعد ما ينشوي الكباب حدخله معاها ويتدحرج ينشوي شوية. بعد ما صفيته شوية وأقلبه. فيكم كمان تفردوا خليط اللحم كله قرص كامل، وبعد ما يجمد من الأسفل زي كده يقوم يتقطع أصابع حسب الرغبة، وتتقلب كمان تصير أصابع كباب متساوية. بدأ يتحمر بقلب فيه. بإمكانكم كمان تحطوه في قدر القلي الصحي مع سبراي زيت برضو ينفع. أهم شيء تكون النار متوسطة عشان لا يتحمر بسرعة والداخل لسه ما استوى. أشوف السوائل خفت منه، حضيف البصل والطماطم. الكباب واستوى، أحط حبات البصل والطماطم بس أدحرج شوية تاخد تحميرة وأطفي عشان أخلي نكهة اللحم تيجي مع البصل والطماطم. واللي يحب قبل ما يطفي يحط جمرة، الجمرة في شوية سمنة فتديها تبخير كأنه مشوي على الفحم، وهذا حسب الرغبة. بعد ما رفعته من على النار دحين نشوف طريقة تقديمه. هذا الرز ما شاء الله كشفته. حشيل الوجه، شايفين حبة حبة نثري، حشيل الوجه دحين. وهذا ما شاء الله طبقي لليوم كباب مع رز بالزعفران والزرشك.